الزمالك والاهلي اللي الاتنين بيعيشوا ايام مش هادية خالص. خليني ابدأ لك الاول بالزمالك. البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك قال مفاجأة كبيرة، طلب من المهاجم ناصر منسي يقلل وزنه فورا، وقال له بصراحة يا تلتزم بالبرنامج اللي اتظبط لك يا هتستبعد من المباراة اللي جاية. الجهاز كمان حط له برنامج تدريبي خاص في فترة التوقف قبل استئناف الدوري. في نفس الوقت إدارة الزمالك بتفكر تعمل معسكر للعيبة، الهدف من كده إصلاح الأخطاء اللي ظهرت بعد الهزيمة أمام وادي دجلة. فيريرا راجع من أجازة قصيرة في بلجيكا، التدريب من جديد يوم الجمعة، وهيمسك التدريب قبل ماتش المصري يوم 13 سبتمبر في برج العرب. لكن مش دي كل الأخبار بتاعت الزمالك، في مفاجأة تانية. محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق مسافر فرنسا 48 ساعة عشان يكمل بعض الأوراق، واللاعب واخد إذن رسمي من فيريرا والمدير الرياضي جون إدوارد وكمان عبد الناصر محمد مدير الكرة، ودي خطوة بيكررها كل فترة والنادي عارفها وبيسمح له بيها. نروح بقى على الأهلي. بعد الخسارة من فريق بيراميدز 2-0 مجلس الإدارة قرر ان يشيل المدرب الاسباني خوسيه روبيرو، وقرروا ان عماد النحاس يمسك القيادة الفنية مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب اجنبي جديد، ومعاه محمد نجيب في منصب المدرب العام. الاهلي دلوقتي بيستعد لمباراة انبي يوم 14 سبتمبر، والجماهير كلها بتشوف هل عماد النحاس هيقدر يخلي الفريق يرجع زي ما كان ولا لا. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.